خيرت نجيب اللبسة هذه لأنها اللباس التقليدي الأصيل لمدينة عنابة. من برنوس، بدا غليلة بدعية، سروال عربي، صباط عربي، والشملة اللي هي الحزام. اتقي الله يا معذب قلبي، لا تزيدني على نحوني نحولا، لا تزيدني على نحولي نحولا. معكم الفنان شاهين كويقح، فنان في طبع المألوف من مدينة عنابة. كانت البداية تاعي كانت كسميع بدرجة أولى، لأنه أنا من عائلة مألوفية بامتياز، يعني كلنا نسمع المألوف من كبيرنا لصغيرنا. فبالتالي لما كبرت لقيت روحي بطريقة أخرى متجه نحو الفن ونحو المألوف والعود بصفة خاصة، يعني لما فيه من سحر. التكوين تاعي والبداية تاعي، أول ما بديت نتعلم المألوف ما لقيتش وين نتعلم هنا في مدينة عنابة للأسف. هذاك الوقت الحال يتغير الحمد لله في الوقت هذا. فلجأت إلى الموسيقى الأندلسية لأنها عائلة واحدة. المدارس الثلاث هم مدارس لعائلة واحدة. فاتجهت إلى قصر الثقافة محمد بوضياف عنابة، أين تتلمذت على يد الأستاذ نصر الدين بلغيتي ربي يحفظه، وتطورت العلاقة بيناتنا والحمد لله. من تلميذ وأستاذ ولات علاقة أب وابن، لدرجة أنه بعض الناس في الميدان الفني يظنوا أني ابنه حقا، وهذا شيء شرفني بطبيعة الحال. بعدها توجهي للمألوف يعني لم يمنعني من هذا التوجه، والحمد لله كان لي زجيل الشرف اني نتلمذ على يد شيخ المدينه الشيخ علاء ابو غمزه ربي يطول في عمره ان شاء الله ويعطيه صحته، وتلمذت عليه في طبع المألوف. اول بدايه تاعي احترافيا كانت سنه 2017، يعني كانت اول مشاركه لي احترافيه في المهرجان الوطني للموسيقى الكلاسيكيه في المسرح الجهوي عنابه. ومن ثم بدات الانطلاقه. العود سحر خاص، العود يعني سحر خاص كما قال الإمام الغزالي: من لم يحركه الربيع وأزهاره والعود وأوتاره فهو فاسد المساج قليل العلاج. العود عنده سحر خاص، مع أني لعبت ديزانسترومون ياسر ولعبت آلات ياسر موسيقية، ولكن حبي للعود قعد يعني هو الأول وهو الأخير، لأنه فيه سحر خاص. نغماته، طريقة اللعب تاعه، الريشة اللي تلعب بها فيه سحر خاص. نلعب بجل الآلات الوترية والغير وترية، مثل البيانو، البونجو، الجيتارة، الموندولين، الموندول، الكمان، الإيقاع، جل الآلات اللي نلعبوا بهم في المألوف بصفة عامة. كانت لي مشاركات عديدة وطنية، يعني منها المشاركة في الأوركسترا الوطنية لموسيقى الصنعاء، أين كانت يعني 400 عازف من أرجاء الوطن. كنا ممثلين عنابة فيها والحمد لله. نظمنا احتفالية 5 جويلية، عيد الاستقلال والشباب. وكانت لي عدة مشاركات أيضا وطنية ودولية. دوليا كانت لي عديد المشاركات، مثل المشاركة في تونس في مهرجان استخبار للعزف للعود في مدينة صفاقس التونسية، وين والحمد لله تحصلت على الجائزة الثالثة في العزف الفردي والجائزة الثانية أيضا مع المجموعة. الإضافة اللي مدتها لي جوائز أنه يعني شاركنا دوليا، وهذه المشاركة الدولية تفتح لك أبواب كثيرة، لأنك تتلاقى مع وناس في الفن هذا من غير الطابع تاعك، مثل الطابع الشرقي وكل الطبوع الدولية يعني، وهذا يعطيك إضافة ليك، تتلاقى بناس آخرين، تتلاقى بعازفين آخرين من أرجاء العالم. الحمد لله وصلت، يعني كونت شوق وين أحينا حفلات وأعراس يعني في عنابة وغير عنابة. الحمد لله احنا نحاول دائما نكونوا كشباب، جوق مكون معظمه من الشباب، ونحاولوا يعني نرسخوا ونحافظوا على هذا الطبع الأصيل لمدينة عنابة الذي وهو المألوف. اكيد الطموح تاعي نكمل كفنان كمألوف، وخاصه نمثلوا عنابه احسن تمثيل ونرجعوا لها الرونق تاعها باذن الله. بالعكس، كما يقولوا لما شيخ بلا شيخ ولو عمر جبحوا خاوي. كبارنا رانا دائما نتعلموا منهم ودائما نتركزوا عليهم ودائما نهزوا من عندهم. الحاجه يعني اللي نحنا متغيرين عليها بالنسبه للكبار، انه التكنولوجيا هذه الحديثه اللي احنا نميتريزيوها اكثر من ميتريزيوها كبارنا فتحت لنا ابواب كثيره للتعلم، وفتحت لنا ابواب كثيره يعني المودرنيزاسيون. ونحاولوا دائما نمزوا ولو بقليل، نمدوا لمسه عصريه ولو صغيره للموسيقى المألوف به توصل للفئه الشابه، لانه الفئه الشابه لو كان ما توصلوش بهذا الطرف وقت المودرنيزاسيون ما هيش راح توصل له.
المالوف هو من تراث لا مادي لمدينة عنابة نفتخروا به افتخار كبير. باش ننقلوه للجيل الصاعد لازم أيضا نخرجوه للعلن، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه 100% من الشباب الآن عادوا في مواصل التواصل الاجتماعي أكثر من التلفزيون، أكثر من أشياء أخرى. إذا بالفيديوهات اللي نديروهم وبالريلز الصغار اللي نديروهم راح نوصلوا أسهل وأقرب للشباب هذه، وتعود يعني سميعة وتعود تسمع هذا الفن أكثر من الأشياء أخرى. كونت ورشة المالوف في قصر الثقافة محمد بوضياف عنابة، ودرست لمدة 3 سنوات. درست فئات شابة من الأطفال، يعني من عمر 6 سنوات إلى غاية 40 سنة. الحمد لله كونا خرجنا ثلاث مجموعات على مدار 3 سنوات هذم. خرجنا مجموعة تعزف الحمد لله وتغني المالوف وتسمع المالوف، وهذا شرف لنا، لأنه أنا بالنسبة لي كإنجاز أنه الشباب يولوا يسمعوا هذا النوع من الفن إنجاز كبير لي أكثر من أنهم يلعبوه يعني ولا يغنيوه. مستقبلا ان شاء الله نطمحوا الى انه راح نأسوا جمعيه ان شاء الله شبابيه متخصصه في هذا المجال الثقافي المادي ولا مادي، اللي بها ان شاء الله راح نشاركوا في عديد المحافل الوطنيه والدوليه. كان الموضوع الالهام تاعي الاول والانسان اللي ننسبيري منه هو الشيخ سليم فرقاني الله يحفظه، لانه عازف العود العربي، عود العربي هو المفضل يعني في الجزائر، وهو المير في الجزائر. عالميا الاستاذ نصير شمة العراقي بامتياز. النقطه بك اللي نوه ليها انه العود كما هذا العود اللي في يدي راهو عود عربي ماهوش عود شرقي. هذا عود نلعبوا به، قاعد نلعبوا به غير احنا برك مدرسه الشرق، مدرسه المالوف تلقاه غير عندنا احنا في مدرسه الشرق، وهذا هو العود الاصل قبل العود الشرقي اللي راهو متداول حاليا. أنا نروج الأعمال بصفة عامة في مواقع التواصل الاجتماعي أكثريتها، لأنها كما قلنا هي نقطة وصل مليحة وسهلة للشباب تاعنا نوصلوا لفئات كبيرة في المجتمع بطريقة أسهل. خيرت نجيب اللبسة هذه لأنها اللباس التقليدي الأصيل لمدينة عنابة، من برنوس، غليلة بدعية، سروال عربي، صباط عربي، والشملة اللي هي الحزام. خصوصيته علاه انا قلت لباس عنابي لانه هذا الطرز اللي رانا نشوفوا فيه والنقوش اللي نشوفوا فيها عنابيه 100%. هذا هو النقص والطراز القديم، خاصه القمحه هذه اللي تشوفوا فيها هنا، وهذا الطراز بصفه عامه. هذه الحاجه اللي تميز عنابه عن مختلف الولايات الاخرى. رسالتي للفنانين بصفه عامه انه حبوا بعضكم واتحدوا، لانه كلنا رانا رايحين لمبتغى واحد، وكلنا رايحين لنقطه واحده اللي هي نحن رانا عائله قبل كل شيء، احنا رانا عائله دوزيام، العائله الفنيه. وايضا الرساله اللي نقدمها للناس اللي شجعتني وشكرتني من قريب ومن بعيد، شكرا جزيلا، وان شاء الله نكونوا ديما عند حسن ظنكم.